زاد الجنة الموسم الثاني مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. التوحيد الخالص لله تعالى كما تصوره سورة الأنعام دراسة موضوعية. أكثر الأصدقاء والأحبة الأفاضل ممن عرفوا كتابي هذا طلبوا مني أن يكون في إحدى حلقات البرنامج الحديث عن هذا الكتاب، ما الجديد فيه وما قصة هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الأحبة الكرام استغرق تأليفه مني قرابة 6 سنوات. هذه السنوات 6 قضيتها في إعداد هذا الكتاب كأطروحة للدكتوراه. هو في تخصص التفسير الموضوعي وحول سورة الأنعام التي قال عنها العلماء منهم الإمام القرطبي وابن عاشور وغيرهم، قالوا هي سورة العدل والتوحيد، هي سورة العدل والتوحيد لأن فيها كثير من القضايا التي تتعلق بالعقيدة. قدمت دراسة هذه السورة بشكل موضوعي، فتحدثت في الكتاب عن أهمية ومكانة سورة الأنعام، عن فضل هذه السورة، عن المناسبات بين آيات سورة الأنعام والسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، عن مسمى سورة الأنعام والتسمية لسور القرآن، هل هو توقيفي أم غير توقيفي. في هذه السورة قسمتها إلى 4 أبواب. الباب الأول توحيد الحق بأدلة الخلق، فنجد بأن بداية السورة كانت تتحدث عن قضية التوحيد من خلال الأدلة الكونية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وبقيت السورة هكذا تعرض قضية التوحيد ووسائل وأساليب الاستدلال على التوحيد من أول السورة إلى جزء يسير منها. ثم التوحيد والرسل، كيف تعامل الرسل مع قضية التوحيد، وكيف دعوا أقوامهم إلى التوحيد، وكيف فهم الناس القضية، فمنهم من حاربها ومنهم من أيدها. كذلك قضية التشريع مع التوحيد، كيف أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الأقوام الذين حاربوا هذا الدين إنما حاربوه لأمر مهم جدا فيه، وهو أن قضية التشريع من عند الله وحده، وليس لأحد التدخل في أن يشرع شيئا ما، لا سيما أصحاب الأهواء وأرباب المصالح الذين كانوا يجدون في الديانات السابقة الوثنية تذرعا بآلهتهم أن هي التي تشرع، في حين هم الذين يشرعون باسم تلك الآلهة من أجل مصالح معينة يأخذونها من الضعفاء ومن الذين تسلطوا عليهم. جاء هذا الدين ليسلب البشرية سلطة التشريع وتبقى مع الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. إنما كان دور البشر كما ذكرت في محاضرة عن الفقهاء ودورهم في التشريع أنهم يشرحون النصوص وفق ما لديهم من وسائل فهم تلك النصوص، فكان هذا الكتاب ليبين هذه الحقيقة. هذا الكتاب يعني من قرأه سواء من عامة الناس أو من المتخصصين سيجد فيه بغيته في بحث التوحيد، لا سيما أنني لم أدرج فيه القضايا العقدية من الجهة العلمية التي يدرسها طلاب العلم، إنما ركزت الدراسة على القضية الموضوعية. فلو أن هذا الكتاب ترجم إلى لغة أخرى وقرأ غير المسلم هذا الكتاب سيرى التوحيد بجماله وصورته الرائعة، بعيدا عن القضايا العلمية التي ندرسها نحن كطلاب علم. من هنا أيها الأحبة الكرام أوضح بأن هذا الكتاب بهذه المكانة وهذه القيمة يمكن أن يكون متناول أيدي الأخوة
الذين يرغبون بالحصول على نسخة منه. كان هذا التوصيف موجزا للكتاب والتعريف به، وكما قلت بناء على طلب عدد من الأخوة أن يكون التعريف به إحدى حلقات برنامجنا، برنامج زاد الجنة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما قدمنا، وأن نكون قد خدمنا قضية التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى كما يليق بها، فهي قضية عظيمة جليلة. لا ننسى أن لقمان أوصى ابنه بالتوحيد، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.